بسم الله الرحمن الرحيم. اول فيديو في السلسله الجديده. في سؤال جاني الواحد بيقارن بين حاجتين عايز يشتريهم، موتوسيكل زوندس جي 1 وسكوتر كيوي فيستا 200 سي سي. والسؤال ده هنرد عليه من الناحيه العمليه فقط، من الناحيه الماديه والعمليه، لكن من الناحيه الذوقيه كل واحد ودماغه، كل واحد ذوقه يختار اللي هو عايزه. خلينا نتكلم في الحته العمليه. هو طبعا كان بيسالني السؤال ده، الموتوسيكل والسكوتر يعتبروا تقريبا في نفس الفئه السعريه او قريبين جدا من بعض، فخلينا نقارن كده سريعا مصاريف التشغيل بتاعت الزوندس جي 1 او السكوتر لو انت هتروح بيهم الشغل مسافه 40 كيلو رايح ومسافه 40 كيلو جاي، يعني 80 كيلو رايح جاي كل يوم. مبدئيا الموتوسيكلات لو نفس فئه السي سي بالسكوترات، فالموتوسيكلات اوفر بكتير من السكوتر في البنزين، وبالذات في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها الجي 1 بيوفر جامد جدا في البنزين. يمكن هو اكتر موتوسيكل اقتصادي حرفيا بيوفر في البنزين، بيمشيك من 45 ل 50 كيلو متر في لتر البنزين الواحد. فلو جينا نحسبها على مشوار 80 كيلو هنلاقي ان احنا مش بنستهلك 2 لتر بنزين على بعض. اما بقى لو بصينا الناحيه الثانيه ناحيه السكوتر اللي هو بيستهلك بالطبيعي بنزين اكتر من الموتوسيكلات اصلا، فعندنا كيوي فيستا استهلاك البنزين بتاعه تقريبا من اول 23 كيلو في اللتر لغايه 27 28 كيلو في اللتر، وده معناه عشان انت تاخد مشوار 80 كيلو هتستهلك بنزين حوالي 3.5 لتر او 4 لتر بالكتير. ففي الحاله ديت انت حرفيا هتصرف ضعف البنزين. طبعا عشان تاخد في بالك بس المقارنه ديت انا بوريك الناحيتين ايه المميزات وايه العيوب، لكن مش بقول لك تشتري حاجه معينه او تعمل حاجه معينه. هو سؤال جالي وانا بجاوب داخل اطار السؤال فقط. ده كده ناحيه البنزين. ممكن برضو نبص على حاجه ثانيه زي تبريد الميه الموجود في الجي 1 والسكوتر عندنا ما فيهوش تبريد ميه، تبريد هواء عادي جدا. فهنا برضو انا بضمن الموتوسيكل بعيدا عن قوه الخامات نفسها والشركات المصنعه، دي حاجه ثانيه خالص. بس لو افترضنا ان الاثنين نفس الشركه ونفس الخامات، فهنا برضو هيكون الموتوسيكل بالنسبه لي عملي اكتر، لان تبريد الميه هيبرد الموتوسيكل على طول وهيحافظ على درجه حرارته لو انا بتحرك في الصيف كتير او في اي وقت كتير. ده هيساعد على ان موتور الموتوسيكل يعيش عمر اطول. وده اللي برضو هيخلينا نتكلم عن نقطه ثالثه وهي تغيير الزيت. بما ان الجي 1 فيه تبريد ميه، فده هيخلينا نحط زيت مثلا تخليقي بالكامل، وهيخلينا نسيب الزيت في الموتوسيكل من 3000 ل 4000 كيلو. اما لو بصينا ناحيه الفيستا 200 فانت محتاج تغير زيت تقريبا كل 800 كيلو او 1000 كيلو بالكتير، فانت هتغير زيت حوالي 4 مرات قصاد الزونتس جي 1. اولا زونتس جي 1 انت بتريح دماغك من حوار الزيت كل 4000 كيلو، يعني كل مثلا شهر ولا شهرين هتغير زيت، لكن في الفيستا 200 هتغير قصادهم 4 مرات. اما بالنسبه للتكلفه فالزونتس برده هيوفر معايا حبه حلوين، لان ازازه الزيت واقف عليا ب 300 350 جنيه، لكن ازازه الزيت المعدني اللي انا هجيبها للسكوتر هتكون واقفه عليا 100 150 جنيه، هنضرب في 4 هنخش معايا من 500 600 جنيه. طبعا مش حافظ ارقام بالظبط على حسب بس الزيت اللي انت هتجيبه والشركه اللي هتجيب منها. طب هل ده معناه ان الموتوسيكل هو الافضل مطلقا؟ لا، السكوتر برضه ليه ميزه قويه جدا وناس كتير بتفضله في النقطه دي. السكوتر بيديك كاريزما اكتر لو انت شغال موظف في شركه معينه ومحتاج ان انت يكون مظهرك الخارجي جميل، السكوتر في الحته دي بيكون انجح بكتير. وبالخصوص في الفيستا 200 موتوسيكل طبعا شكله شيك جدا وشكله جميل، فده سكوتر كويس جدا ان انت لو بتفكر في حاجه يكون شكلها كويس تتحرك بيها. السكوتر طبعا اشيك بكتير. نقطه ثانيه، السكوتر اريح في القعده بتاعته على المسافات الطويله، بيكون اريح من الموتوسيكل. غير طبعا انت بتريح دماغك بقى من حوار انك تقعد تدي غيارات وتنزل غيارات والكلام ده، التحرك في الزحمه والكلام ده كله، الموتوسيكل بيكون اتعب شويه. فمن ناحيه الراحه ومن ناحيه الشكل السكوتر هو اللي بيكسب. اما الناحيه الماديه والناحيه العمليه فالموتوسيكل هو اللي يكسب بفرق كبير جدا. وخلي بالك برضو ان الجي 1 في نفس الوقت شكله شيك جدا ويعتبر من اشيك الموتوسيكلات الموجوده، بس لو قارناه بالسكوتر فطبعا السكوتر اجمل بكتير. دي كده كانت سلسله جديده من فيديوهات عباره عن اسئله بتجيلي اسئله كتير جدا وما بقاش عارف ارد عليها في الفيديوهات الطويله، ومش هينفع كل سؤال اعمل له فيديو طويل. فان شاء الله معظم الاسئله اللي هتجيلي هحاول ارد عليها في فيديوهات زي دي، في فيديو يكون بين 3 4 دقائق. فطبعا عايز اعرف رايك في الفكره ديت، لو حبيت ان انا اكمل فيها قول لي تحت في الكومنتات، وقول لي ايه السؤال اللي بيدور في دماغك علشان اتكلم فيه. وعلشان احمسك اكتر في فكره فيديو في دماغي برضو هتكلم عنها في الفيديو اللي جاي، اللي هي موضوع ان لما حد يجي يشتري موتوسيكل مستعمل يشتري بعقد بيع ولا توكيل ولا اللخبطه اللي بتحصل كتير ديت. فبس على كده انا معاذ سعد ودي قناه موتور، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.